مساء الخير. الفيديو دوت مخصص لمواطنين مجلس التعاون الخليجي وتحديدا الاردنيين. انا عارف ان هم مش تبع مجلس التعاون الخليجي، ولكن خليني اقول لك ان في الفتره الاخيره انجلترا عملت فيزا اسمها اي تي اي، والفيزا ديت بتسمح لمواطنين مجلس التعاون الخليجي والاردنيين من شهر 2 سنه 2024 ان هو يقدم على الفيزا دي ثمنها 30 جنيه استرليني، وتسمح له بالدخول المتكرر للمملكه المتحده لمده سنتين. عملوا الموضوع دوت ليه؟ عشان هم لقوا ان في انفاقات تتعدى المليارات بيتم انفاقها من المواطنين دول في خلال من خلال رحلات سياحيه او علاجيه او استثماريه داخل المملكه المتحده، فهم عايزين يسهلوها عليهم عشان الفلوس طبعا تجي لهم اكتر واكتر. ولكن هنا انا هخص بالتحديد الاردنيين، عشان في فئه كبيره جدا بيسال ازاي انا اقدر استغل الفيزا ديت وادخل واعدل وضعي واستقر في المملكه المتحده. يمكن السؤال دوت ما حدش هيساله من الكويت ولا قطر ولا الدول دي، يعني الناس دي يمكن في معظمهم قاعدين مستريحين، ولكن خلينا نبقى متفقين ان مش كل الاردنيين في مستوى معيشي كويس وحابب ان هو ينقل هنا. فخليني اقول لك على شويه معلومات. الفيديو ده ممكن يكون طويل سنه كده، ولكن ممكن تكون فيه معلومات مهمه جدا هتقدر تستفاد منها. ايه اللي ما تقدرش تعمله من خلال الفيزا دي؟ ما تقدرش تتجوز، ما تقدرش تشتغل. ايه اللي تقدر تعمله؟ تقدر تعمل سياحه علاجيه، يعني ممكن ابقى انا تعبان وهسافر المملكه اتعالج وارجع واسافر تاني اتعالج، فهو اعطيها لك بسنتين. او لو انت عندك استثمارات، وهم هنا ما بيتكلموش على اي حد بيشتري اي حاجه ويستثمر فيها، احنا بنتكلم على المستثمرين الكبار جدا، تحديدا قطر عندهم هنا استثمارات ومشترين اسهم في شركات كبيره جدا 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 ومطارات وشغل كبير. فعشان انت تقدر تتابع شغلك وما ياخركش تقدر تدخل وتطلع بسهوله. فعشان تيجي وتقول انا هقعد هنا، لا. فهنا لازم تاخد بالك من ثلاث حاجات. اول حاجه النصابين. بعد ما بتفتح الفيز من النوعيه ديت بيكتر انواع النصابين. هتلاقي ناس كتير جدا ممكن تتواصل معاك يقول لك انا هقول لك الفيزا السياحه في خبط قد كده، او ان انا مش عارف هعمل لك ايه وهجيب لك فيزا عمل ايه، بس انا محتاج 5000 استرليني، طب ابعت لي 300 في الاول، طب ابعت لي 1000. كل ده طبعا نصب، وبيستغلوا فرصه الناس المحتاجه اللي محتاج ينقل في الموضوع ده. فخلي بالك من الموضوع دوت جدا. الحاجة التانية هي إن أنت لما تيجي هنا فيزا سياحة ما تحاولش تكسرها، عشان لو كسرتها هيتحط عليك بلاك ليست وهيروح عليك السنتين ومش هينفع تقدم عليها مرة تاني. ديت الحاجة اللي أنت لازم تبقى حاططها في دماغك. الحاجة التالتة والمهمة وهو الدراسة. هنا هو ما بيسمحلكش الدراسة، أقصاها ممكن تبقى 6 شهور لسنة، لأن هي الفيزا مدتها سنتين تقدر تروح وترجع فيها، لكن مش هيسمح لك بدراسة ماجستير مدته مثلا 4 سنين أو 5 سنين. في نفس الوقت انت برضو مش هينفع تشتغل لان مدة الفيزا صغيرة وانت معكش، وهي ما تعتبرش اقامة دي في الاول وفي الاخر فيزا سياحة، بس هم طولوا المدة بتاعتها شوية وخلوها ارخص واسهل، بس عشان تبقى انت فاهم الموضوع. فالحاجات التانية اللي انت ممكن تبقى عاوز تعملها مش هتحصل. طب يعني انت كده يا رامي سويتها في وشنا، احنا مش هينفع نعدل وضعنا من خلال لو دخلنا بالفيزا ديت. خليني اوضح لك الامور عشان تبقى انت فاهمها صح. بالنسبه لموضوع الزواج عشان انت لو جيت هنا واتجوزت لو انت جيت بالفيزا دي وهتتجوز، ما حدش هيقول لك اي حاجه لو اتجوزت في جامع او اتجوزت في كنيسه. ولكن هو الاهم عندهم هو الجواز المدني اللي بيطلع من الهوم اوفيس، وده عشان تعمله لازم الطرفين يكون معاهم اقامه. خلينا نعكسها. لو انت قاعد في الاردن واحنا رايحين نتجوز في المحكمه، الطبيعي انك هيقول لك هات الهويه او البطاقه، صح؟ هشوف الهويه دي وهشوف الهويه دي ويقول لك احنا هنتجوز. انت لما تيجي على فيزا سياحه وتروح على الهوم اوفيس، هي او هو كمواطن بريطاني معاه الباسبور بتاعه، انت معاك ايه بقى؟ معاك فيزا سياحه. يقول لك معلش احنا اسفين انت مش هينفع تتجوز، وبكده الابليكيشن مش هينفع يتكمل. وخليك برضو فاهم نقطه كويسه جدا، ان كون ان رامي او بنت مثلا هنا في بريطانيا تحمل الجنسيه البريطانيه، ده ما بيديلهاش الحق ان هي تتجوز وتعمل لم شمل وتقعد معاها الشخص ده هنا في بريطانيا، او ان انا اقعد معايا الشخص. لازم الشخص ده يغادر وانا كمواطن بريطاني ابعت اعمل له عمليه لم شمل. وهنا هنخش على فيزا لم الشمل اللي بينطبق عليها شروط زي المرتب وان هو بيشتغل وحاجات كتير ممكن نتكلم عليها في حلقة تاني، ولكن ده اللي انت لازم تبقى فاهمه. طب امتى ما يكون في ثغرات او ممكن يكون في تعديلات؟ في حالة ان هو يكون في اولاد، دي ممكن بقى تقوم محامي وتقول ان انا عندي اولاد ومش هينفع اغادر لوجود الاولاد وان سنهم صغير ولازم اكون معاهم. بس نصيحة، لو انت بتتجوز عشان مصلحة، لو انت بتتجوز عشان حاجه زي كده، مفيش اي داعي ان انت تجيب اولاد تظلمه. دي الحاجه الاولانيه. الحاجه التانيه لازم تبقى فاهم ان الجواز ده عشان تستقر لازم يبقى مستمر 5 سنين. فلازم تبقى حاطط في دماغك ان انت لو هتتجوز عشان مصلحه
من- يعني الجواز ده في الغالب هيفشل بعد فترة قصيرة، وهتلاقي نفسك رجعت لنقطة الصفر، لأن الفيزا بتاعتك هتتكنسل وهتضطر ترجع. فكل الأمور دي لازم تبقى أنت حاططها في الحسبان قبل ما تخطو خطوة زي دي. ما تحطش في دماغك إن أنا هاجي وممكن ألاقي حد وأتجوزه ويعمل لي إقامة. لازم تبقى الكلام اللي أنا قلته لك ده كله في أنت على دراية بيه. طيب النقطة التانية وهي بتاعت موضوع الشغل. انت لما هتروح تشتغل، لو انت كسرت الفيزا هيبقى قدامك حل من اتنين، مفيش حل من اتنين، هو حل واحد ان انت تشتغل بالاسود. بس هيبقى فيه خيارين. الخيار الاولاني انت مش هتلاقي اصلا، لان مخاطره صاحب العمل، انا صاحب عمل اشغل واحد عندي بالاسود ولو اتمسك عندي انا ممكن ادفع غرامه اقلها 20,000 جنيه استرليني. فعشان اوفر وما اديش لحد الحد الادنى للمرتبات واديك انت مرتب قليل، انا ممكن ادفع في المقابل مبلغ كبير جدا. دي الحاله الاولانيه، فعشان هم مشددين مش هتلاقي شغل بالاسم. بس لو لقيت واحد قلبه جامد ومضحي، هو مش هيشغلك احسن شغلانه في الدنيا، هتشتغل شغلانه مرتبها اقل من الحد الادنى للمرتبات، ممكن يبقى اقل بكتير. ثانيا انت مش هتشتغل في الفرونت لاين، يعني مش هتشتغل حاجه كويسه، في الغالب هتلاقي نفسك في الحمام، في المطبخ، في الحته المبدئيه، لان هو الطبيعي مش هينفع يحطك في حته مكشوف، لان هو انت ممكن تعرضه للخطر. الشغل ده مع الوقت هيرهقك نفسيا وماديا وكل حاجه، فدي حاجه لازم تحطها في دماغك كويس جدا. طيب يبقى احنا كده عرفنا الجواز وعرفنا الشغل. طب انا عاوز اعمل مثلا فيزا دراسه، قلت لك مش هينفع تدرس حاجه كبيره. وفي نفس الوقت القوانين الجديده بتاعه الدراسه، اي حد بيدرس مش هينفع يجيب اي حد من اهله يقعد معاه خلال فتره الدراسه دي. يبقى احنا كده فهمنا كل حاجه. ايه الحلول عشان برضو نبقى احنا ما سودناش القضيه خالص؟ او انت لو هتسالني انا كرامي ممكن استغل الفيزا ديت ازاي؟ استغلها بان انا اجي ادرس فعلا حاجه، هياخد شهاده في اللغه الانجليزيه تكون معتمده، ادرس في المجال بتاعي، وفي خلال فتره السنتين ممكن اجي واروح اتعرف على البلد. لان خلي بالك في ناس كتير جدا بتيجي عندها وهم او بتبقى في بالونه كده على عينين انجلترا، اول ما بيجي هنا بيصطدم في الواقع، لا بيعرف يعيش ولا يتعامل مع الناس، وبيبقى عاوز يرجع على فكره. فانت لازم تيجي وتشوف البلد وتشوف جواها عامل ازاي والناس عامله ازاي، هتعرف تتأقلم ولا لا؟ اه هعرف. يبقى انا هاخد الخطوه بان انا ادرس حاجه، اطلع اخد كورس في التخصص بتاعي اللي انا بدرسه، حتى لو كنت بتشتغل حرفه. يعني حتى لو كنت حلاق ميكانيكي، دور هتلاقي في كورسات مدتها صغيره تقدر تاخدها. انا سباك، انا كهربائي، يبقى انت خدت على الاقل كورس ليه علاقه بهنا. وبعد كده ممكن ابتدي بقى ادور على شغل، وانا باجي ما انا كده كده جاي ادور على شغل مش بالاسود، ولكن انا اخدت كورس في السباكه ومعايا الشهاده وبدور على شغل سباكين. بس انا مش من هنا، انا معايا الفيزا كذا كذا كذا، ممكن تلاقي صاحب الشغل يقول لك مفيش مشكله، انا شركتي تقدر تعمل لك السيرتيفيكت اوف سبونسرشيب او الكفاله، وتقدر تيجي تشتغل معانا. يبقى انا كده خدت خطوه كويسه. طيب جيت وفعلا اتعرفت على حد وهتجوز ومش عارف، امشي في الطريق الصح ان هو ان انا اطمن ان الشخص ده الاول مش عايز على المساعدات، في علاقه ما بيننا كويسه، احنا فعلا عاوزين نعيش مع بعض، مش بغرض ان انا اعيش في انجلترا، ولكن عشان انا حبيت الشخص ده وانا حبيت البنت دي. يبقى انا امشي صح واشوف ازاي اقدر امشي الاجمالي بتاعي صح. وفي الاغلب ان انت لو تقوم محامي بيكون احسن عشان يرتب لك كل الحاجات. بس هرجع واكرر على النقطه دي مره تاني، حتى المحاميين ما تخليش اي حد ياخدك على صدره مره واحده يقول لك هات ونعمل ومش عارف ايه، وهو بيبقى عارف ان الموضوع مش هيمشي، ولكن في الاول وفي الاخر هو مش هيقول لي الفلوس والشغل لا. فانت لازم تبقى حاسبها ومفكر صح. فانت في حاجات كتير، واي حاجه مش فيها ثغرات ولكن فيها الطرق الصح بتاعتها، اللي انت لو مشيت فيها هتعرف تعمل حاجه كويسه. ممكن النهايه بتاعتها ان انت تقدر تقعد وتستقر في بريطانيا، بس تبقى انت فاهم الموضوع صح. انا اسف جدا جدا طولت عليكم، ولكن انا بس حبيت اطلع اتكلم معاكم في الموضوع ده عشان الناس تبقى فاهمه، تحديدا الاردنيين او اي حد بيفكر لو يعرف يعمل الاي تي اي حتى لو كان عايش في الخليج. وبالمناسبه مواطنين التعاون الخليجي، مش عشان انت عايش في الخليج، يعني ما ينفعش واحد جنسيه غير الجنسيه الكويتيه او الاماراتيه او القطريه يقدم. لازم يكون معاه الجنسيه ديت عشان يعرف يقدم على نوعيه الفيزا دي، عشان في ناس كانت بتسالني على الموضوع دوت. أم، اتمنى ان انا اكون كفيت ووفيت في الموضوع دوت، وتكون الصوره وضحت لكم وماشيه تمام، وان شاء الله الدنيا تكون ماشيه كويس. واكيد اي فيزا بتطلع جديد بتبقى مع الوقت الناس بتعرف ايه اللي ممكن يحصل. وخليك دايما ما تبقاش في اول الصف، يعني في ناس بتجري يقول لك انا هاخد الفيزا، لا، خليك دايما رقم 10 11 عشان شوف اللي قبلك عمل ايه، عارف يوصل لحاجه ولا ما عرفش، عارف يتجوز ومن تجارب الناس انت هتعرف الدنيا هتبقى ماشيه معاك ازاي.
بس ده نهاية الفيديو، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو اللي جاي على خير. مع السلامة.